شيخ، يذهب بعض الناس إلى أوروبا كلاجئين، وأحيانا ربما تكون قصصهم غير صحيحة التي يقولونها هناك حتى يقبلهم المجتمع. يعني هذه بعض الإخوة الذين يذهبون إلى أوروبا لأجل أن يكونوا لاجئين هناك، أحيانا يسألون يقولون: لماذا أنت جئت من دولة كذا تريد أن تكون لاجئا؟ فيقول: أنا مهدد مثلا بالقتل، أو تقول الفتاة إنها مهددة بالاغتصاب، أو تذكر لهم قصة هكذا تؤلفها من عندها، فيقبلونهم لاجئين لأجل ذلك. هل هذا يجوز؟ طبعا الكذب محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، أن لا يكونوا مع الكاذبين. وأسأل الله تعالى أن يوفق بلدان المسلمين لتقبل من يأتي من إخواننا. وبلا شك حقيقة أمر مؤلم أن تكون دول أوروبا تقبل المسلمين والبلدان المسلمين.